مساء الخير حبايبي، ويا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. احلى واجمل فطاير هشه ومورقه بطريقه سهله وبسيطه تنفع سندوتشات المدارس والفطار والعشاء، واقتصاديه جدا جدا جدا، وهتتفاجئوا بالطريقه اسهل ما يكون. ممكن تعملي فطاير بالمنظر ده وبالتوريقه دي والهشاشان ده. شايفين شكلها من جوه؟ والحشوه بقى اي حشوه عندك هتعملي بيها، مش شرط الحشو، المهم الطريقة والفكرة، وانتي وظفيها بقى زي ما انتي حابة، حلو وحادق. معايا نص كيلو دقيق، حطيت عليه ذرة ملح ومعلقة صغيرة سكر. معايا نص معلقة بيكنج باودر وربع معلقة خميرة فورية. بس كده، وهقلب وهعجن بمية. شوفوا الجمال بقى والسهولة اللي احنا فيها. هحط هنا معلقتين 3 زيت، 2 3 3 معالق زيت من بتوع الأكل. مفيش اسهل من كده، وميه ونعجن، ولا بقى زبده ولا سمنه ولا لبن ولا حاجه، وبميه ونعجن. هنعجن عجينه طريه يعني وناعمه، وفي نفس الوقت بتلزق في الايد بسيط جدا. يعني متماسكه، مش سايحه. خلاص خلصتها اهي العجينه، ولميتها شمال ويمين بقى، ولا عجان ولا حاجه، وبطريقه سهله كده وبسيطه. هنعملها مع بعض وهنغطيها بالزيت، بايديا كده بالزيت، ونغطيها بقى ونسيبها ترتاح نص ساعة ساعة. هي هترتاح، مش هتعلى قوي، لان هي نص معلقة بيكنج باودر وربع معلقة خميرة، ولا حاجة يعني. هقطعها بقى 4 فطاير 5 فطاير زي ما انا حابة. احنا هنشوف الفكرة وبعد كده احنا هنوظف بقى. خلاص، دول معلقتين زبدة سيحتهم بس كده. لما بتسيحي الزبدة ما تاخدش معاكي زبدة كتير، ومعلقتين نشا بس كده، زبدة ونشا. هبدأ أدهن الرخامة بتاعتي زيت، وهبدأ بقى اخد قطعة قطعة من اللي انا عملتها. هفردها، هتتفرد معايا بكل بايديكي من غير نشابة، بنشابة بس. انا عايزة اوريكي بايديكي ازاي. ما حطيتش انا هو مادة دهنية على، هي مسحة الزيت اللي انا مسحت بيها الرخامة، وبليت كده ايديا. خلاص بدأت أفردها كده كلها كده، شايفين بترق معاكي وقشطة كده حلاوة. جربوا الفطيرة بالطريقة ديت والفطاير ديت، وإن شاء الله هتدعولي عليها قد إيه هي جميلة واقتصادية. بعد ما دهنت إيدي كده بالزبدة خفيف خالص، زبدة سايحة، دهنت إيدي كده ودهنت الفطيرة، رشيت عليها رشة نشا. والنشا ده بيساعد على التوريق. شايفين منظر الفطيرة عامل ازاي؟ استخدمت هنا دقيق جميع الأغراض، استخراج 72، بس يكون عرقه قوي. ما ينفعش في الوصفة دي دقيق كحكو بسكوت. طبقت شمال ويمين، وكل تطبيقة بطبقها بدهن ايدي وادهنها وارش عليها آه، نشا. طبقت تاني لما بقت خط كده مستطيل، على فكرة بتخلص بسهولة جدا وسريعة جدا ومفيش أي مشكلة. وعملتها زي ايه الرولة. شايفين ايه بقى؟ في مشكلة كده؟ أظن مفيش مشكلة. بس كده. بس وهقفلها كده، يعني هدخل الجناب فيها كده بالطبقة الأخيرة على الوش. نفس الحكاية هكررهم في ال4 فطاير، سهلين جدا. وشدي، وكل ما بتشدي وبتورقي بتعملي بتديكي التورقات اللي جوه والقرمشه. خطير ومقرمش كده، وفي نفس الوقت خفيف. اظن ما خدش معايا، هنشوف الماده الدهنيه. جبت بقى، عايزينها نعملها بالشكل المستطيل كنبه، عايزين نعملها بالشكل المدور كنبه. الطبق اللي انت بتعملي فيه هو اللي بيحددك. مسكت كل كوره وقطعتها من النص. ممكن تعمليها يعني كوره 2 وكوره 3 وكوره 4. انا هنا عندي لحمه معصجه وحط عليها طماطم وفلفل احمر. عندك جبن حطي، عندك نوتيلا حطي، عندك بواقي فراخ حطي، اي بواقي، سجق، سوسيس، كل اللي عندك ينفع تحطيه. مسكت كده القطعة وفردتها كده عشان الطبق ده بيضاوي، انا قصده يعني اعمل فيه عشان اخد الشكل ده. وبدأت، وممكن تعمليها على فكرة من غير طبق عادي، تفرديها بيضاوي وتقفليها كده. خلاص بدأت احشي واقفل، ما تخافوش ما بتفتحش. حطيت دهنت صينية وحطيت فيها. هعمل حبة كده وحبة كده. شايفين؟ جبت بقى المدورة اهي، جبت الطبق عليته، فطيرة الطبق دي صدقوني بقى هتشوفوا التوريقة انتوا هتنبهروا يعني بطعمها وبقرمشتها، وقد ايه خفيفة بقى ما فيهاش دهون. بدأت اقفل عليها وطلعتها. شايفين مدياكي شكل ايه؟ طبقات كده مورقة. ده الكاميرا ظلماها كمان. مسكت بقى معلقة الزبدة ودهنت الوش كلها، واسيبها ترتاح. على ما ترتاح لها نص ساعة كده، كنا شغل الفرن على درجة حرارة عالية.